المبدأ الثاني من مبادئ السوليد برنسبل اللي هو اسمه open closed. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك ان الكلاسز should be open for extension but closed for modification. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت لازم الكود بتاعك يكون مفتوح للاضافه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت لو عايز تضيف اوكي، حابب تعدل يبقى الديزاين بتاعك من الاساس كان فيه مشكله. الكود ده بيقول لك كده، حابب تضيف للكود بتاعك مفيش مشاكل، حبيت تعدل من الاساس كان الكود فيه مشكله. يعني ايه؟ يعني مثلا الريبوت ده بيقول لك ايه؟ الريبوت ده بيقول لك انا اقدر اقطع، يبقى اي كان كود، انا اقدر ايه؟ انا اقدر اقطع. تمام. رحت انت حشت الاداه بتاع القطع دي، تمام، السكين ده، ورحت حطيت معاها الاداه بتاع اللي هي البينت، اللي هي الدهان، يعني اللي انت بتدهن بيها. هو ده انتهاك المبدأ، ده غلط، ما ينفعش. طب ما تعمل يا عم يد تانية زي كده، اعمل يد تانية زي الشكل ده كده، تمام. فبالتالي انت لو عايز تقطع، فبالتالي هتستخدم ايه؟ الاداه اللي بتاع القطع دي. لو عايز تدهن فانت بالتالي هتستخدم الاداه دي، وهكذا. فده المبدأ، بيقول لك ما تعدلش في الكود، ما تفتحش الكود عشان تعدل عليه، ولكن تفتح الكود، ما تفتحش الكود عشان تعدل عليه، ولكن افتح الكود عشان تضيف له، عشان تزوده اكتر. تمام. يعني ايه الكلام ده؟ انا عايز ابسط الموضوع. عندك مثلا عندك بوابات دفع، وعندك بوابه دفع مثلا فوري، فودافون كاش، سترايب، وهكذا. بوابات الدفع دي مش المنطق بتاعك انك تخش مثلا في مبدا في فوري مثلا كطريقه دفع، حصل فيها مشكله، حصل فيها اختراق، فقالوا ايه؟ خلاص فوري مش هنعتمدها كطريقه دفع. مش المنطق بتاعك هتخش في الكود تروح تعدل الكود بتاعك لان فوري اتمسحت. طب كده الديزاين بتاعك فيه مشكله، كده دي كارثه. ما انت في الاول لو انت عملت لو انت فصلت فوري دي عن الكود بتاعك، كان بالنسبه لك الموضوع كان سهل، لان انت يبقى انت اعتمدت على مين؟ اعتمدت على الكلاس نفسه اللي هو بتاع فوري. فلما حصل فيه مشكله بعدين، او لما اعتمدت على فوري، فلما حصل فيه مشكله فضرب عندك في الكود. تمام. هنشوف مثال على الكلام ده. يعني مثلا عندي طرق دفع مثلا، ده طبعا المثال اللي فيه مشكله. فبقول له ايه؟ خد بالك انا عندي مثلا بي ام اس طريقه الدفع مثلا، وعندي الاماونت. فبقول له ايه؟ والله لو كانت البي ام اس بتاعتي مثلا ببال، فخلاص خد اوبجكت مثلا ايه، او خد اوبجكت من او نفذ اللوجيك، يعني ايه بتاع البيبال. لو الكريدت كارد فنفذ اللوجيك بتاع الكريدت كارد، لو البنك ترانسفير فهكذا، ولو كاش برضه نفذ الكاش ده. دي بص خد بالك. طب لو في طريقه دفع جديده هتعمل ايه؟ سهله، هتروح تخش في الالس دي كده، هتروح تعمل الس مثلا، خلينا نيجي في اللي هو بتاع الكلام ده. تمام. فبالتالي هتعمل ايه؟ فبالتالي هتقول له else if مثلا، وبرده مثلا هتروح تاخد طريقه الدفع دي مثلا، وليكن في طريقه دفع اسمها فودافون، ايا كان يعني فودافون مثلا. تمام. فودافون مثلا، فهتروح مثلا ايه؟ تطبع مثلا باينج كذا 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 وهكذا، يوزنج مثلا فودافون. انت واخد بالك انت عملت ايه؟ شفت كام else if؟ طب لما يكتر بقى عندك الحوار، لما الموضوع هيبقى بالشكل ده كده، طب لما حبيت تعدل، لما تحب طبعا ده هيكون لوجيك كبير، يعني ده هيكون حاجات كتيره يعني. فلما تحب تعدل هتروح تدور، يعني الكلام مش منطق. فكده انت عامل ايه؟ كود مش احسن حاجه. طب الصح بتاع الكود ده ايه؟ بص انت عندك بيمن، دايما وابدا احنا بنعتمد دايما وابدا كده الفريم وركس بتعتمد على الانترفيس بشكل كبير. هقول لك يعني ايه الكلام ده في اخر الفيديو. يعني الصح بتاع
الكود ده ان احنا بنعمل انترفيس، تمام، وبخلي الميثود الثانيه بتاعتي انا عندك ايه؟ عندك بيبال، اعمل خليه يعمل امبلمنتيشن ايه للانترفيس. فخلاص مش بيبال بتدفع، عندي بيبال بتدفع، خلاص خليها تعمل ايه؟ امبلمنتيشن للانترفيس. طب عندك ايه؟ عندك كريدت كارد، خليها تعمل امبلمنتيشن للانترفيس دي. طب عندك مثلا البنك ترانسفير اللي هو الدفع عن طريق البنك، يعني خلاص خليه يعمل ايه؟ بما ان يعني كلهم مشتركين في ايه؟ في دفع، هم كلهم بيدفعوا. تمام. عندك مثلا ايه؟ تمام. تعالى هنا مثلا، انا هنا بعمل ايه؟ البيمنت بروسيسور ده هو المسؤول عن اختيار طريقه الدفع نفسها. بياخد ايه؟ بيمنت بروسيسور. يعني ايه الشكل ده؟ الشيء ده اسمه ديبندنس انجكشن. هقول لك يعني ايه، بس يعني انا هشرح ان شاء الله كمان شويه، مش في الفيديو ده، يعني انا تقريبا شرحته على القناه. تمام. هقول لك سلام يعني ايه الديبندنس انجكشن. مثلا انا عندي الكلاس ده محتاج فيتشر من كلاس ثانيه، يعني عندي الكلاس اللي اسمه بيمنت بروسيسور محتاج الفانكشن اللي اسمها بي من الكلاسات دي او من الانترفيس ده. فبالتالي بعمل ايه؟ فبالتالي اعمل انجكشن، يعني اعمل عمليه حجم لمين؟ للكلاس اللي هو او للانترفيس اللي اسمه بيمنت ميثود ده، احطه في مين؟ احطه في الكلاس او في الكلاس اللي هو اسمه بيمنت بروسيسور. تمام. فدي عمليه الديبندنس انجكشن يعني. فانا خدت اوبجكت من مين؟ من الانترفيس كده بيمنت ميثود، خدت الطريقه نفسها وخدت الاماونت. بيمنت ميثود دي، البيمنت ميثود دي طبعا دي فيها طريقه الدفع. ادي ايه؟ بستخدم ايه طب يا محمد هو هيعرف ازاي دلوقتي بيبال ولا هو دلوقتي هيعرف ازاي بيبال ولا بنك ترانسفير ولا كريدت كارد؟ هو لحد دلوقتي مش فاهم وما يعرفش. ليه؟ لان انت معتمد على ابستراكشن، معتمد على انترفيس، مش معتمد على انكونكر كلاس، مش معتمد على بيبال. انت دلوقتي بتخلي الكود كده معاك ايه؟ مش متاثر بحاجه. لو حاجه وجعت ما ينفع التاني ما يرجعش. يعني مثلا لو البنك ترانسفير ده وجع، هو الكود ده مش هيرجع، مفيش مشكله. طيب في الكلاينت كود او في الاستخدام بقى احنا بنستخدم الكلام ده ازاي؟ بص، انا بعمل اوبجكت من البروسيسور. طبعا انت البروسيسور فبتدي له ايه؟ انت عايز تستخدم ايه؟ عايز تستخدم بيبال، خلاص ادي له اوبجكت من بيبال. ليه؟ هو ايه اللي هيحصل هنا؟ ايه اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان انت تروح البيمنت البروسيسور ده خدت اوبجكت من بيمنت مين؟ بروسيسور، يبقى خدت اوبجكت من ده. طيب الاوبجكت من ده يعني ايه؟ يعني في فانكشن اسمها بروسيسور تبع بروسيس. طب الفانكشن بروسيس دي بتاخد ايه؟ بتاخد اوبجكت من مين؟ من الانترفيس. بيمنت بتاخد اوبجكت من الانترفيس. تمام. فانا كده اخدت اوبجكت. تمام. وبتاخد مين؟ باخد اماونت. خدت الاوبجكت والاماونت، اخدت الاوبجكت مين؟ والاماونت. تمام. ايه اللي حصل؟ هيروح ينفذ عادي. يعني انا لما اعمل رن الكلام ده المفروض اللي يحصل اهو. بص، تم الدفع عن طريق، تم الدفع 300 جنيه عن طريق بيبال، تم الدفع عن طريق 500 عن طريق كريدت كارد، تم الدفع عن البنك ترانسفير. يا عم انا مفيش الكلام ده. والله في يوم من الايام قالوا ان بيبال او بيبال حصل فيها مشكله، فخلاص روح احذف كده. تمام. واعمل رن للكود تاني. المفروض هو مفيش رن، مفيش بس معلش انا كنت حذف الاوبجكت نفسه. تمام. لما تحب تحذف، طبعا انا مثلا قالوا ان في مشكله مثلا ان في البيبال، فرحت حذفت البيبال، فخلاص فطريقه الدفع عن طريق الكريدت كارد او البنك ترانسفير. تمام. يبقى المشكله كانت فين؟ يبقى طب لو حذفوا مثلا دلوقتي الكريدت كارد، لو حذفوا مثلا الكريدت كارد، خلاص اوكي احذف الكريدت كارد عن كده، يبقى خلاص تم الدفع عن طريق مين؟ البنك ترانسفير. طب انت لو حابب، طبعا طب انت لو حابب مثلا تضيف مثلا حاجه ثانيه، ان عايز تضيف مثلا كلاس ثاني، كلاس مثلا تخليه مثلا سترايب. انا هدفع عن طريق مثلا سترايب. فالسترايب دي بتعمل ايه؟ عندي كلاس اسمه سترايب بيعمل ايه؟ هو بيدفع صح، يبقى يعمل امبلمنتيشن. هيعمل امبلمنتيشن لمين؟ للانترفيس اللي هي اسمها ايه؟ بيمنت ميثود. اوكي. طبعا هو اديك ايرور هنا. السبب ايه؟ السبب ان هو طبعا لازم انت، احنا عارفين الانترفيس ان لازم لو عملت امبلمنتيشن للانترفيس فلازم تعمل ايه؟ امبلمنتيشن للميثودز اللي موجوده فيه. فبالتالي هنعمل هنا بابليك فانكشن اسمها بي. اوكي.
اوكي. فبي دي كده ادي كده انا عملت ايه؟ عملت امبلمنتيشن لمين؟ للسترايب. فمثلا ايكو ايا كان يعني مثلا، فانا مثلا اقول له ايه ايكو مثلا اماونت عن طريق مين؟ عن طريق السترايب. تمام. انت كده خد بالك، خد بالك انت كده ما عدلتش في الكود، انت بتضيف، انت بتضيف في الكود. هل انا لمست مثلا البيمنت بروسيسور ده المسؤول عن معالجه، ده المسؤول عن اختيار البروسيسور او البيمنت نفسها، هل انا عدلت فيه؟ انا ما عدلتش فيه. انا طول ما انا اضيف ما انت ما بتعدلش في النقطه دي خالص خالص. امال انا عملت ايه؟ انا ضفت بيمنت جديده اللي هي اسمها سترايب. تمام. تمام. اسمها ايه طبعا، وعملت امبلمنتيشن. تمام. اوكي. يبقى انا سترايب هنا. اوكي. طب يا محمد انا في مشكله في الكريدت كارد والبنك ترانسفير واتحذفوا الاثنين، فخلاص يا عم مش مشكله، خد هنا بسترايب. اوكي. عملت اوبجكت من سترايب وادفع من خلاله بس كده. بس هل حصل فيه تعديل؟ هل حصل فيه مشكله في الكود؟ تعال نشوف كده يحصل ايه. مش هيحصل اي حاجه، لانه بيقول لك باينج مثلا 500 عن طريق مين؟ عن طريق السترايب. فالكود معاك سهل انك تعدل فيه، سهل انك تضيف له فيتشرز بسهوله، تقدر تعمل عليه تعديل. لو حصلت بعدين تقدر تحذفها بسهوله. دي فكره ايه؟ الاوبن اوبن كلوزد يعني. فالمبدا ده معناه ان انت لما تيجي تفتح الكود المفروض تفتحه عشان تضيف ليه فيتشرز، مش تعدل على الكود بناء على التغيرات. لو انت بدات تعدل بناء على التغيرات فطريقه البناء اصلا من الاساس كانت فيها مشكله. تمام. في تريك كده تاخد بالك منها. امتى تحس انك انت محتاج تطبق الاو سي بي اللي هي اوبن كلوزد برنسبل ده؟ لما تلاقي نفسك كل شويه بتخش الكلاس وتعدل فيه. ده السبب الاولاني. السبب الثاني، لما كل فيتشر جديده معايا بتظهر معايا يعني، بستخدم معاها اف او سويتش. يعني مثلا لو اف انت مثلا سوت السترايب اعمل كذا، لو اف مثلا البيمنت مثلا لو الاف بيمنت مثلا فودافون كاش فاعمل كذا، لو مثلا فوري اعمل كذا. فلما تلاقي كلمه اف سويتش معاك كتيره فحس ان في مشكله، هنا في مشكله. تمام. السبب الثالث لما تلاقي نفسك محتاج للاو سي بي، انك لما تضيف حاجه معينه او حاجه صغير، تعديل صغير، تلاقي الكود بتاعك ضرب، يبقى انت كده في حاجه غلط. تمام. تمام. دي كده الاو سي بي. خد بالك زي ما انا قلت لك ان المبادئ دي بتستخدم في طب ازاي المبادئ دي بتستخدم؟ يعني مثلا مبدا زي الاو سي بي ده بيستخدم ازاي مثلا في فريم ورك زي لارافيل مثلا؟ لارافيل بيستخدم الاو سي بي ده في كل حاجه تقريبا. يعني مثلا في الفايل سيستمز مثلا اللي موجوده في لارافيل. تمام. انت بتروح تعمل ايه؟ بتروح تبدل بس في الكونفجريشن فايل بتاع اللارافيل، فبتروح تعدل بس ايه؟ طريقه التخزين بس، يعني مش انت ايه؟ مش بتروح تعدل انت مش بتروح تتعامل مع الكونكريت كلاس اللي هو الكلاس نفسه اللي في الامبلمنتيشن خالص. انت بتروح تتعامل مع الدوت انف او الكونفجريشن فايل اللي هو اللارافيل عاملاه. تمام. وده كده مبدا الاو سي بي.